اهم بالنسبه لي على فكره تنظيم المسابقات يبقى في الدرجه الثانيه والثالثه، لان هم زي ما قلت لحضرتك هم الرافد الرئيسي. دي طبعا هنشتغل عليها علاوه على موضوع الناشئين. الناشئين بيمارسوا الرياضه في اوقات صغيره جدا، فاعتقد ان يبقى في تصور جديد في مسابقات الناشئين بالذات. اما المنتخب الانديه الدوري الممتاز هناك الرابطه، بس اللي عايز اوضحه فيما يخص الرابطه انه الجزء الفني في المسابقات هو جزء خاص باتحاد كره القدم، انما تنظيم المسابقه خاص بالرابطه، وانما احنا طبعا داعمين بشكل كبير. ممكن تشرح نقطه ان الجزء الفني يخص الاتحاد يعني التنظيم يخص الرابطه؟ يعني شكل المسابقه، عدد الصعود والهبوط واللائحه الخاصه بتنظيم المسابقه، ده جزء فني اصيل ملك اتحاد الكوره. بمعنى ان الرابطه مستمره الفتره المقبله؟ والله بص، هو الرابطه كان المفروض يبقى في انتخابات. انا وجهه نظري ان يحصل لها استمرار خلال المرحله الجايه، انه بداوا الموسم، فان شاء الله يكملوا الموسم باذن الله. السؤال وهو ربما السؤال المنتظر من شهور